كورس المساحة بطنطا والمنصورة والقاهرة برعاية مكتبنا سيرفي للمساحة. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الكورس ده اسمع معانا. تعالى اقول لك ليه لازم تاخد الكورس عندنا، لان باختصار كل تدريبنا في موقعنا. الوقت اللي انت فيه في الموقع ده تستغله اكتر حاجه، ده اهم وقت بالنسبه لك في الكورس كله. كل اللي انت بتتعلمه بيتنفذ قدامك في الواقع، كل عمليه لازم تركز فيها وتعرفها وتبقى عارف هي لازمتها ايه في الموقع. كده احنا في موقع انشائي، تمام؟ موقع انشائي يعني كل حاجه هنا تعتمد على المساحه، تمام؟ هنا يعتبر انشاء مول، تمام؟ المول ده عباره عن ايه؟ عن 8 ادوار. احنا هنا دور من الادوار، تمام كده؟ انا بدايه شغلي بعمل ايه؟ بيجي لي لوحه زي دي من المكتب الفني، تمام؟ بيجي لي منها الداتا دي بتبقى جايه على الفلاش، تمام؟ المكتب الفني طلع لي اللوحه من على اللاب، جهاز المساحه ده يقدر ينزل يشتغل في الموقع. دلوقتي القيمه بتاعت الفلاشه كلها يبدا يقول لك انت محتاج ايه من الفلاش. هبدا اقول له بقى ايه، المكتب الفني كاتب لي اسم الفايل هنا اهو، كاتبه على اللوحه، تمام كده؟ مكتوب بي 1 فيرست. ببدا اشوف بقى الفايل اللي انا هبدا اشتغل بيه. الفلاشه فيه هنا فايلات كتير يعني فانت لازم تركز فيها. هتلاقي فيه ايه، بي 1 ايه، بي 1 فيرست، تمام؟ اضغط عليه انتر، اقول ده انت محتاج ده يس. افضل بقى براحتي لما الداتا كلها تنزل. يبقى دي عمليه ايه؟ نقل الملف من الفلاشه للجهاز. ده معايا شيت ايه؟ اي موقع بنزله في الاول بعمل ايه؟ اهم حاجه عندي يكون ثابتتين معايا، تمام كده؟ انا دلوقتي هحتل ثابته وابدا اربط على الثابته الثانيه. ده انا مستلم برضو شيت الثوابت بتاع اللي انا هشتغل بيه. الثابته اللي انا واقف عليها دي اسمها تي اس 8، تمام كده؟ واللي انا هربط عليها قدام دي برضو زي دي كده تي اس 2، تمام؟ هبدا اللي انا اعمل اول عمليه عندي اللي هي عمليه الربط. طبعا كله سامت وعارف يعني ايه عمليه الربط. ده الدي اتش دي زيرو دلوقتي كده، يعتبر كده النقطه رابطه زيرو مفيش فيها حاجه، تمام كده؟ كده النقطه ايه، مصفره معايا تمام، قافله تمام. هبدا اقول له اوكي انا موافق على الربط بتاعي، تمام؟ محتاج ان انا مثلا اشيك على النقطه اشوف انا رابط تمام، اجيب اوبزرفيشن عشان ارفع النقطه اقارنها معايا، شوف هي النقطه اللي انا رابطها. كده عملنا عمليه الربط، تمام؟ هنبدا بقى نعمل عمليه ايه؟ عمليه التوقيع. دي اللوحه اللي جايه لنا من تحت، تمام كده؟ اللي جايه المكتب الفني جايه عن طريق جزئين. اهم عمليه عندي ان انا ابقى موجه اللوحه، ابقى عارف اللوحه بتاعتي. انا عندي هنا دايره اهو، هبدا اوجه لوحتي الداير بتاعي من الاول هنا كده، تمام كده؟ كله يبص معايا، الدايره عندنا اهو باين اهو، النقط كلها باينه هنا. هو بيطلع كل متر نقطه او كل نص متر نقطه. ليه؟ عشان النجار ما يلحقش يبقى فيه نسبه خطا كتير. النقطه دي بيحترم عليها، بيعمل عليها الجنب بالظبط. هو بيقلل النسبه بحيث اللي هو ما يبقاش فيه خطا كتير. كده النقطه معايا فيها هندسه، بص على النقطه فيها ملي بالظبط. استنى بقى، استنى ما اشوفها فيها ملي ولا لا. فيها سالب ملي. تمام. طب كده هو يبقى هو واقف فين؟ الزاويه بالظبط، في الزاويه هنا كده الليزر اه ظهرك كده هنا كده بالظبط، حسب الموبايل هنا كده بالظبط. يبقى كده هو بيحترم النقطه فيها ملي بالظبط. كده يبقى هو طلع على النقطه اللي انا موقعها بالظبط بالملي. انا استفدت من الفيديو ده بحاجتين جميله جدا. ايه هو الاستفاده؟ كل حاجه داخله الموقع متوقعه هتتوقع بالظبط كده. دي اول حاجه. ترجع بتشيك عليها تاني. طبعا لازم تشيك. افرض الراجل طلع بالسور كله ولقيته في اتجاه تاني بالظبط، يعني راح في اتجاه تاني، اقول له ايه؟ هيقول لي انت كنت فين؟ كنت فين وانت بتبني يا مساح؟ كنت قاعد فين؟ فاحنا دلوقتي النقطه فيها في ملي، والدي اتش ايه فيها برضو ملي، فحتى هو اتصفر اهو. طبعا كمان هنا الهواء يعني رايح وجاي فبيخبط شويه في الجهاز بالرغم من قفل المسامير، ولكن احنا ظبطناه اهو. ونشيك برضو عندنا الليزر طالع من الجهاز اهو، وعندنا شيل كده الزاويه، شيل كده. يعني انا الليزر جاي على طرفيه المباني، على طرفيه بالظبط على السوكه المباني 29 انا معلي سنتي متر. تمام، اتفضل نشيك. هبدا اوقف الراجل. سقف ما نطلعش عليه نوزنه من غير وجود صنايعي معانا هنا 2 صنايعيه واقفين اهو. هبدا اقرا، انا كده بقرا متر 26 وانا عايز انفذ متر 28، يبقى القرايه معايا كده ايه؟ بالظبط كده، يبقى عاليه 2 سم. هبدا اقول للصنايعي وطي كام؟ 2 سم. وطي 2 سم، وطي 2 سم هنا يا باشا. تمام تمام. هنا كل منطقه ولها فتيل تحت. طب انا شفت يا باشمهندس محمد واحد نازل تحت وواحد فوق. ليه؟
يعني اللي نازل تحت بيوطي الجزء اللي انت بتنسبه عن طريق ايه؟ طربوش. طريق المعدني والطربوش اللي هو رفعه. تمام. يعني محتاج 2 سم تحت، يبدا يهوي 2 سم، يبدا ينزل معاه 2 سم. تمام. واللي فوق بيشاور له بيقول له هنا او هنا وبيضغط عليه. انا شايفه بيوضح له اهو. بالظبط كده. تمام. اقف يا محمود. هيبدا ينزل وانا معاه بالميزان. فاعلية وزن السقف. اخبط له خط عشان يعرف المكان. ايوه. تمام. هو بيفك ايه يا هندسه؟ كده بيريح الطربوش 2 سم عشان نبدا نرجع للقرايه بتاعتنا. يعني هو عايز يقرا متر 28، قرينا متر 26 يعني عاليه 2 سم. ينزل 2 سم تحت. تمام. كده عايزه سم كمان. تمام. يعني هو قرا متر 27. كده 27. تمام. تمام. كمان نص سنتي، نص سنتي كمان. نص سم كمان. كده. نص سنتي بس. اديها خبطه كده، خبطه. تمام يعني. ايوه الله ينور الله ينور. كده انا قريت متر 28. تمام يا ريس. يبقى انا كده حققت المنسوب المراد تحقيقه هنا كده. تمام. تمام. لو انا دخلت في قرايه ثانيه عاليه ابدا اشوف السكنس بتاعي كام. طول ما انا ماشي في السكنس ده ملتزم بال 26 اللي معايا. ونطرح من سطح الميزان يديني قرايه، بالظبط. القرايه انقص منها سنتي يبقى القرايه علت، يعني علت متر 29 نقصت سنتي يبقى متر 28 بالظبط واشتغل على متر 28، بالتالي كل السقف انت هتعليه كله سنتي. سنتي. هل الحديد هيجيب السنتي بالظبط؟ يعني بالظبط حتى لو جاب نص سنتي مش زعلانين. بالظبط. السقف لما يكون عالي سن احسن ما يكون كله ايه؟ منخفض. الفعاليه اللي احنا عملناها النهارده ابدا اقول له مثلا خد قرايه كمان 3 4 طول اليوم شغلك كله. انت معاك صح؟ كده خليك بس كله نفسي. ماشي؟ احفر 10. ليه؟ انا عايز ال 175 تبقى 135. يعني ايه؟ يعني المسطره تنزل تحت. لان ده سعر. ماشي؟ عشان تنزل تحت يبقى لازم يحفر. قلنا القراءه عكس المنسوب. انا عايز 175. لو القراءه اعلى اقول له اكذب. لو القراءه اقل اقول له ايه؟ احفر. قريت متر ونص. احفر 35 على طول. يا جماعه دي نقطه مهمه جدا. يعني احنا دلوقتي لو هنعمل برومو على اللي حصل النهارده، النقاط دي احنا وقعناها على الطبيعه من البي ام 1 والبي ام 2 دي الثوابت بتاعنا. وقعت بالتوتال ستيشن النقاط دي كلها، ده اللي اوت بتاعهم. يعني يا حسام لو انا قلت لك المسافه بين النقطه 21 و24 المفروض تبقى كام على الطبيعه؟ 2 و58. 2 متر 58. قيس يا احمد كده شوف هتطلع كام؟ بين النقطه اللي احنا وقعناها اللي هي 24 والنقطه الثانيه 21. حرك البتاع كده، حرك افرض مترك 2 متر 58 يا هندسه. مظبوطه زي ما موجوده؟ مظبوطه يا هندسه. يبقى احنا كده في الحاله دي الدايمنشن اللي هو موجود عندي في اللوحه طابق عندي الخريطه اللي هو الموقع بتاعنا. تمام؟ هنبدا بقى ان احنا نشيك من كل نقطه ثانيه، اللي جايه برده 337 اللي جايه 333 وهكذا. جميل؟ قوم بقى انت دلوقتي وقع لي النقاط الثانيه. الرساله اللي احنا لو عايزين نوجه للطالب رساله، الكلمه باختصار اللي احنا نوجهها له ايه؟ موقع. يعني الرساله اللي احنا عايزين نوجهها له الموقع، ايه اللي انت عايز تقوله للطالب يا فارس؟ يا هندسه ان الموقع بيفرق، ان انت تتعامل على التوتال او الميزان وتتعامل على اي جهاز في اي مكان بره الموقع، وان انت تشتغل في الموقع دي حاجه ثانيه خالص، بيبقى فرق جامد. ايه الرساله يا احمد؟ لا في فرق طبعا بين النظر وبين العمل. الموقع ده شيء اساسي يعني. الرساله يا عامر اللي باختصار اللي احنا عايزين نوصلها للطالب. استفدنا طبعا من الموقع عشان معظم المكاتب بتشرح نظري، هنا العامل نزلنا وجربنا كل الاجهزه كل واحد بنفسه، وكل واحد جرب بنفسه توتال وميزان، وبقينا الحمد لله شبه متعودين على الجهاز وبقى حاجه سهله جدا. الرساله دي اللي احنا عايزين نوجهها للطالب، وانت النهارده في الموقع ويعتبر بنت، وكنا بنسمع ان مفيش بنات بتنزل الموقع. طبعا الموقع وسط التجمعات العمرانيه زي مجمع الصناعي ده عادي، لكن يمكن اللي احنا نروح ظهير صحراوي في مدينه او العاصمه الاداريه ده يختلف. الرساله اللي انت عايزه توجهها للطالب ايه؟ لا احنا استفدنا من الموقع جدا ومفيش حاجه، مفيش فرق بين البنت والولد. هو تعب جدا على البنت بس الاستفاده اللي احنا استفدناها منه حلوه جدا. توفيق جدا. ايه الرساله اللي احنا حابين نقولها للطالب لو هو ينزل موقع او الطالبه؟ ان هو يمارس شغل على الجهاز سواء ميزان او توتال او جي بي اس، ويعرف ازاي بيشتغلوا، مطلوب منه ايه بالظبط في الموقع ويعمله. ايه الرساله امل اللي احنا عايزين نوجهها للطالب او الطالبه؟ الموقع اللي احنا نزلنا واشتغلنا ما قعدناش، كل واحد بيشتغل مع بعض وبنتعاون مع بعض.
ايه الرساله يا مصطفى اللي احنا حابين نوجهها للطالب لو هو عايز ينزل يتدرب؟ ان الموقع شغله اهم بكتير من الشغل النظري، هتيجي تشتغل على الشغل اللي انت هتشتغل بيه بعدين.